بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزة تعملي غدا او عشاء سهل وسريع واقتصادي، او حتى احنا في اخر الشهر وما عندناش غير واحدتين من القوانص وزيهم اتنين من الكبدة، هنعمل بيهم اكلة في منتهى الجمال، حلوة جدا ومغذية، ويعني ما يختلفش عليها اتنين زي ما بنقول. طبعا الكبدة والقوانص ديت مفيدة جدا وقيمة غذائية عالية جدا، فلو احنا قدم لها لولادنا بشكل جديد هيحبوها وهياكلوها. انا عندي الولاد مش بيحبوا الكبدة خالص، لما بعمل لهم الاكلة دي بيحبوها جدا وخصوصا في السندوتشات. انا كنت مجمعة الكبدة والقوانص بتاعت الفراخ اللي انا جبتها اثناء الشهر، وبعد كده بقطعهم وبغسلهم كويس وبنقعهم في ميه وخل وملح، وبعد كده بشيلهم في الكيس جاهزين بان انا اطلعهم واحطهم في الوصفه بتاعتي على طول. يعني لو هتلاحظوا كمان ان انا مطلعاهم فيهم الكبده لسه متجمده، يعني انا يمكن فككت شويه القوانص، بس الكبده هتلاقيها زي ما هي لسه متجمده. في وك بقى على النار كده، وهتحطي معلقه كبيره من السمنه البلدي. لو عندك ليا يبقى حلو خالص، يبقى معلقة من الليا ومعلقة من السمنة البلدي، وهتسيحيهم مع بعض وهتبدأي تشتغلي في الوصفة بتاعتنا. هتحطي القوانص اللي زي ما اتفقنا متقطعة وجاهزة، هنحطها، وأول ما تاخد صدمة كده من الجنبين هنبدأ ننزل عليها. بعد ما تنزل طبعا هي المية بتاعتها وتشربها، لأن القوانص بتستحمل شوية عن الكبدة، فعلشان كده احنا بنبدأ الوصفة بتاعتنا بالقوانص الأول. بعد كده بنضيف عليها حوالي ربع كوباية من المية، وأول ما تشربها وتبدأ تستوي على طول هروح حاطة الكبدة زي ما انت شايفة كده، شايفة متجمدة. يعني أنا طلعتها واشتغلت فيها على طول لأن أنا غسلاها ونقعها من البداية، من قبل حتى ما أفرزها. بحطها بقى في المنتصف كده، وكل شوية طبعا هي بتفك، والكبدة اللي بتنزل منها على طول بتاخد الصدمة زي ما انت شايفة بالمنظر دوت. قلبناها وشربت المية بتاعتها تماما، هنزل فيها بمعلقة من التوم المهروس. الوصفة سهلة ما فيهاش شغل كتير وسريعة جدا، وإن شاء الله هتعملي غدا في منتهى الجمال وشكل جديد للكبد والقوانص، وطريقة جديدة إن شاء الله الولاد يحبوها. حتى لو عايزة تعمليها سندوتشات وطالعين رايحين النادي، أو الولاد عندهم دروس وعايزين ياكلوا حاجة سريعة، بتعمليها ما بتاخدش معاكي وقت خالص. بعد التومة الريحة بتاعتها كده ما طلعت، على طول أنا مقطعة بصليتين كبار أجنحة ورحت حطاها معاهم. طبعا البصل هينزل المية بتاعته وهيساعد كمان على سوى القوانص أكتر. كل شوية كده بقلبها لحد ما الاقي البصل بتاعي دبل خالص. لو تلاحظي لحد دلوقتي احنا كنا لسه ما حطيناش اي توابل. بعد البصل ما يبدأ ينزل المية بتاعته هحط التوابل بتاعتي. هحط معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكاري، وكمان معلقة من السبع بهارات، ربع معلقة جنزبيل، ربع معلقة فلفل أسمر، وقلنا في البداية معلقة كبيرة كمون أو كمان معلقتين، الكبدة بتحب الكمون. بس كده خلاص، دي التوابل بتاعتي، وهنحط طبعا الملح. بعد كده طبعا هي الوصفة كانت خلاص الصوص بتاعها. عشان اعمل صوص هحط حوالي نص كوباية من المية بعد ما حطيت التوابل. كده بقى هتبدأ التوابل بتاعتي تنزل وتعمل صوص في منتهى الجمال، والوصفة كده تقريبا خلصت. على طول هنحط معلقة من التوم، هنحطها برضو في معلقة من السمنة البلدي، وأول ما تبدأ تصفر كده والريحة بتاعتها تطلع على طول هروح نازلة بيها على الكبدة والقوانص بتوعي اللي استووا، وبعمل جنبهم بطاطس مقلية، وبعمل كمان طماطم مخللة بالثوم والسلطة الطحينة. وأحلى غدا أو عشاء تعمليه سواء كان في نص الشهر أو حتى في آخر الشهر، في منتهى الجمال واقتصادية وسريعة. كمان الولاد في وقت امتحانات بيبقوا محتاجين
ان احنا نغذيهم. وطبعا مفيش احسن من الكبدة يعني. بس كده خلاص، كده تقريبا خلصت الوصفة بتاعتي زي ما انت شايفة كده. هيعملوها سندوتشات ياكلوها، هتحطيها وجنبها شوية بطاطس محمرين في منتهى الجمال. وهي دي كانت الوصفة بتاعتي النهاردة. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.